قارة أفريقيا بتعاني من مشكلة سكانية وده لثلاث أسباب. أولا زيادة عدد السكان بشكل لا يتناسب مع النمو الاقتصادي، يعني المشاريع الاقتصادية اللي موجودة بإفريقيا قل بكتير من عدد السكان. طب ده أدى لإيه؟ أدى لزيادة الضغط على الموارد والخدمات الموجودة بالقارة وزيادة استهلاك للموارد الطبيعية دي، وده بيؤدي إلى وجود تهديد للأمن الغذائي والمائي في القارة. السبب التاني اللي بيخلي قارة أفريقيا بتعاني من مشكلة سكانية هو سوء توزيع السكان. زي ما عرفنا إن في مناطق مرتفعة الكثافة ومتوسطة ومنخفضة ونادرة. نمرة 3 هو ارتفاع نسبة صغار السن. طيب ليه دول بيمثلوا مشكلة؟ لأن هم فئة غير منتجة ودايما بتكون محتاجة للغذاء، دواء، ماء وتعليم وغيره. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. قارة أفريقيا بتعاني من مشكلة سكانية. ها؟ عدد سكانها بيزيدوا أعلى بكتير من الأنشطة الاقتصادية، وده أدى لإيه؟ حبة حاجات: ضغط موارد على خدمات، زيادة استهلاك لمواردها الطبيعية، تهديد للأمن الغذائي ويا المية. طيب ده السبب الأول. إيه هو التاني؟ سوء التوزيع السكاني. وآخر حاجة عاملة مشكلة ارتفاع نسبة صغار السن، أصلها فئة غير منتجة.